اعتذاري الاعتذار إذا أساء إلى شخصي، لكن يسيء إلى ديني. يعني هنا قضية أنا عايز أفتحها مهمة جدا. نعم. اللي يسب النبي عليه الصلاة والسلام، هل لو جاء واعتذر وقبل الحذاء وقال أنا عايز كل المسلمين يعدوا كل واحد يضربني بالنعل، هل من حق الحاكم أن يقبل هذا؟ ده سؤال أنا بطرحه وهجاوب عليه. نعم. الجواب أنه لا يجوز لأحد قط أن يقبل هذا. طب وما نعمل فيه إيه؟ نقتله. قال لك ده تاب، برضه نقتله حتى وإن تاب. طب الراجل ده سب ربنا سبحانه وتعالى وتاب، نعمل فيه إيه؟ قال لك نقبل توب. أنا عارف إن في ناس هيقول لك هو مين الأولى؟ الله عز وجل خالق الدنيا والآخرة وملك الدنيا والآخرة والكلام ده، ولا الرسول وهو بشر؟ ثم الرسول عليه الصلاة والسلام عفى عن أناس شتموه في حياته. هو أنت ملكي ملك يعني ملكي أكثر من ملك؟ إذا كان النبي عفى شخصيا عن أناس سبوه في حياته، أنت مش عايز تعفو؟ أقول لك الفرق. نعم. أولا سب الله سبحانه وتعالى طبعا كفر مجرد باتفاق العلماء كلهم، ما فيش حد اختلف فيه من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. لكن قالوا الرب سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فلو سبه أهل الأرض جميعا لا يلحقه نقص. خلاص؟ فالسب لا يضره وليس معرة له، بخلاف السب لبني آدم فإنه معرة. لما حسان بن ثابت، لما الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عبد الله بن رواحة وقال له أهج قريشا، فجاء فلم يشفي، هجاهم صح بس من لم يشفي صدر النبي. أتى أرسل إلى كعب بن مالك قال له أهج قريشا، هجاهم بس لم يشتفي. أرسل إلى حسان بن ثابت، فلما وصل الخبر لحسان جاء كما في صحيح مسلم فأدلع لسانه، طلعه بره، طلع لسانه وقال قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، والله لأفرينهم فري الأديم، هقطعهم زي الجلد، تمام، ولا أسلنك من بينهم. الشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال له لا تفعل حتى تذهب إلى أبي بكر فيلخص لك نسبي. ليه؟ لأن ممكن لما يجي يشتم واحد من قريش يكون مشترك مع النبي في جد من الجدود، يبقى شتم النبي عليه الصلاة والسلام. لا، فهو يقول له أبو بكر أدرى منك بالأنساب، خليه يشتم فرع أنا مش فيهم، حاجة تبع الأم مثلا، لكن تشتم جد أنا مشترك معاه، هيقولوا في الآخر شتم جده. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له حتى يلخص لك نسبي، لأن السب معرة لبني آدم. النبي صلى الله عليه وسلم له كامل الحق أن يتنازل عن حقه، لكن ليس من سلطة حاكم أن يتنازل عن حق النبي عليه الصلاة والسلام. هو ده الفرق في المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام يتنازل عن حقه، ده من مكارم أخلاقه وده حقه وأسقطه، لكن حقه بعد موته لا يسقط. عندنا حديث أبي برزة الأسلمي وهو طويل، يعني الحديث طويل، يعني سياق الحديث كله في مسند أحمد. يقول أبو برزة الأسلمي كنت جالسا مع أبي بكر في خلافته فأغضبه رجل حتى غضب أبو بكر وبان عليه الغضب الشديد،
فقلت يا خليفة رسول الله ألا أقتله؟ قال فلما سمع أبو بكر ذكر القتل حول الموضوع كله، دخل في موضوع تاني. تمام. وقعدوا يدردشوا في موضوعات أخرى بعيدة خالص عن إيه، عن القصة اللي أغضبت مين؟ أبا بكر الصديق رضي الله عنه. قال وفي الليل أرسل إلي أبو بكر فقال يا أبا برزة ألا تذكر كذا وكذا؟ قال أبو برزة ونسيت الحديث أجمع. نسي الحكاية، كانت حكاية عابرة ما كانتش محور مواضيع. أبو بكر بسرعة حولها فراحت من ذهن مين؟ من ذهن أبي برزة الأسلمي. ف أبو بكر فكروا، قال له ألا تذكر الرجل الذي قال كذا وكذا وأردت أن تقتله؟ قال نعم. قال يا أبا برزة لو أمرتك بقتله أكنت فاعلا؟ قال إي والله. قال يا أبا برزة هذه لم تكن لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر اهو الخليفة قال له حد يتقتل عشان أذى حد دي للنبي بس فقط لا غير، لكن لا الخليفة ولا فضلا عن من هو دونه. قال هذه لم تكن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث سائب بن يزيد في صحيح البخاري لما عمر بن الخطاب قال، سائب بن يزيد صحابي صغير قال بينما أنا نائم إذ حصبني رجل فنظرت فإذا عمر ابن الخطاب فقال ائتني بهذين، وكان في اثنين بيكلموا بعض في المسجد النبوي وصوتهم عالي، ائتني بهذين. قال فجئت به فقال من أين أنتما؟ فقال نحن من الطائف. فقال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى ديت ينكرها عمر صيانة لجناب النبي وإعمالا لعموم الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. طب فين صوت النبي هنا؟ مجرد أنه مدفون عليه الصلاة والسلام في المسجد واثنين يرفعوا أصواتهم على صوته، ده منكر رفضه عمر بن الخطاب. فالنهاردة لما أنا أجي أقول إن يساء مش للنبي بقى فقط، أسيء لدينه وله أيضا عليه الصلاة والسلام بمثل هذا، وتيجي تقول لي نعتذر ونقبل اعتذاره والكلام ده؟ طب ما فيش حد ليه طلع واتكلم عن اللي بيقول ان احنا ضيوف عليهم من 1400 سنة. برامج التوك شو بالكامل سكتت عن هذه الجريمة. انا النهاردة لو اعلنت من قناة الحكمة وقلت ان احنا يا جماعة ان اصل ان احنا النصارى ضيوف علينا وهم اقلية، والضيف الشرع بيقول للضيف 3 أيام وما بعد ذلك صدقة، فاحنا مش سيبناكم 3 أيام بس، ده انتوا بقالكم ألوف السنين معانا، كفاية بقى حلوا عن نفوخنا، اطلعوا من البلد، الصدقة ما عدناش عايزين نتصدق، اتفضلوا اطلعوا لأن النصوص الشرعية بتقول كده. أنا لو قلت هذا الكلام إيه اللي هيحصل؟ مش قناة هتقفل يا سيدي، قناة إيه اللي تتكلم فيها؟ ها؟ النهاردة التوك شو كله هيتكلم على القصات، وادي مش عارف مين وعايزين يطلعوا مين ويعملوا مين ويخلوا مين ويسووا مين. ده لما يقولوا ان احنا ضيوف عليهم من 1400 سنة ولا يتكلم مخلوق، دي معناها ايه؟ فاحنا احنا الكثرة بيعتدى علينا. نعم. ومن كتر ما بيعتدوا علينا واحنا ساكتين غرهم ذلك وظنوا اننا ضعفاء. لا، انا بقول من هنا نحن اقوياء ومعنا سلاح فعال وفي الحال. نعم. وزي ما قلت اهوت تدينوا من لم يجد عملا صالحا في صحيفته فليقاطع كل شركات نجيب ساويرس لو كان مشترك فيها بنسبة 10%. نعم. في أخ من تونس ذكر الآن على صفحة القناة أن ساويرس اشترى أسهم في شركة اتصالات تونسيانة، فيرجو من الشيخ الحويني أن يدعو ويطلب من الشعب التونسي أن يقاطع. الكلام ده موجه لكل المسلمين. أنا نعم. لا أتكلم عن شعب مصر، أنا أتكلم عن العراق. كل المسلمين، جميع المسلمين في جميع بلاد العالم، في العراق وتونس في والجزائر كل شوف شركات. وأنا بقول لحضرتك